هناك أماكن عديدة تتكاثر فيها البكتيريا كمقابض الأبواب وأزارير المصاعد وعربات التسوق ومقاعد المراحيض، غير أن إسفنجة المطبخ تحمل بكتيريا بشكل أكبر مما يعتقده البعض. فوفقا لعلماء الأحياء الدقيقة فإن إسفنجة المطبخ تحمل بكتيريا أكثر من التي على مقعد المرحاض ب200 ألف مرة، وعدد البكتيريا الموجودة على كل بوصة مربعة تعادل 10 ملايين. كما أشارت الدراسات إلى أن تلك البكتيريا والجراثيم الموجودة على الإسفنجة وكذلك على ألواح تقطيع الطعام قد تحتوي على نوع يسبب الشلل. دراسة اختبرت 180 منزلا في مختلف دول العالم منها السعودية وكندا وألمانيا والهند ودول أخرى، وأفادت بأن السعودية احتلت المرتبة الأولى في أكثر الثلاجات اتساخا، وجنوب أفريقيا في المرتبة الأولى في أوسخ ستائر الحمامات. وللتخلص من الجراثيم وتجنب نمو البكتيريا على اسفنجات المطبخ والمستلزمات الأخرى، يشدد خبراء الصحة العامة على استبدال قطع الإسفنج باستمرار وخلال فترات متقاربة، وغسل المناشف والإسفنج بحرارة فوق 60 درجة مئوية. ويفضل استخدام المناديل المضادة للجراثيم ذات الاستخدام الواحد للحد من انتشار البكتيريا، وضرورة تنظيف وتطهير أسطح المطبخ وألواح تقطيع الطعام بعد كل استعمال، وتنظيف اليدين جيدا قبل تحضير الطعام لتجنب الإصابة بالأمراض المتنقلة بالأغذية في المنزل. كما ينصح بعض الخبراء باستخدام الميكروويف أو غسالة الأطباق لغسل قطع الإسفنج، وبأن تكون درجة الحرارة عالية ولمدة دقيقة واحدة، وهي كافية لقتل أكبر عدد من الجراثيم. رشا خياط، العربية.